السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار كتير طالعة يا جماعة من أرض الصومال ومن روسيا وأوكرانيا ومن الحوثيين. في البداية من الحوثيين يا جماعة طلعوا فيديو إن هم لغموا السفينة اليونانية حاملة البترول. طبعا ده تصعيد خطير في باب المندب، لأن الأخبار اللي كلها كانت طالعة في الإعلام الغربي إن الحوثيين استهدفوا ناقلة النفط بصاروخ RPG من على زورق أو مركب صغير أو زودياك، اسمه يعني زودياك صغير أو مركب صغير ماشي في عرض البحر، واطلقوا قذيفه RPG راحت على حامله النفط فولعتها. ده اللي احنا كنا عارفينه، لكن الحقيقه غير كده خالص. الحقيقه ان الحوثيين عرضوا فيديو دول طلعوا على ظهر السفينه ولغموا السفينه بقنابل والغام، وعملوا تصوير فيديو وعملوا مونتاج وعملوا كل حاجه، وخدوا بعضهم ومشوا من السفينه وفجروا السفينه عن بعد. فكان النتيجه اللي ظهر قدام منك منظر السفينه وهي بتدمر كده. فده تصعيد كبير. اول حاجه ده فشل امريكي. تاني حاجه فشل سياسه امريكيه. المواطن الامريكي غير راضي عن الاداء الامريكي. امريكا فشلت في باب المندب اللي هي ترضى على الحوثيين، اسرائيل فشلت اللي هي ترضى على الحوثيين، بريطانيا فشلت اللي هي ترضى على الحوثيين. دي مشكله كبيره جدا للامريكان يا جماعه، ومشكله لجو بايدن ومن بعد منه كامالا هاريس، لان كامالا هاريس يا جماعه من الحزب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي دوت نفس سياسه جو بايدن. لكن الحزب الجمهوري المرشح بتاعه هو دونالد ترامب، ففي منافسه ما بينهم. فدلوقتي الناخب الامريكي او المواطن الامريكي بيشوف ايه اللي هو حققه جو بايدن صرف ملايين الدولارات او مليارات الدولارات في حرب روسيا واوكرانيا، وشايفين ان مفيش نتائج بتحصل. لا، ده الروس بيكملوا في شرق اوكرانيا، وصرف ملايين ومليارات على الحوثيين في ضرب الحوثيين، وفي الاخر برضو مفيش اي حاجه حصلت. برضو الحوثيين مسيطرين على باب المندب، وامريكا ما قدرتش تحمي التجاره العالميه وممرات الماء العالميه في البحر الاحمر، ودي مشكله جدا كبيره لامريكا، وده فشل كبير امريكي. نخش على روسيا واوكرانيا يا جماعه. بالنسبه لروسيا واوكرانيا، امريكا صرفت برضو مليارات الدولارات، لكن مفيش اي تقدم من ناحيه اوكرانيا غير اللي هي دخلت اقليم كورسك واللي هي هتطلع منه. تقريبا الروس بيعملوا فخ، انا قلت لك قبل كده في حلقه الروس بيعملوا لهم فخ يا جماعه، والروس زي ما تقول ايه سايبينهم كده، يعني عايزين تدخلوا طب ادخلوا. لكن الروس في شرق اوكرانيا في اقليم الدونباس يا جماعه ذات نفسه. اقليم الدونباس ده مقسوم لاثنين، لوهانسك ودونيسك. ده اقليم كبير اسمه الدونباس. اقليم الدونباس ده القوات الروسيه بتتقدم فيه يا جماعه كل يوم، ده كل يوم بياخدوا مدينتين. هي من اهداف العمليه العسكريه هي السيطره على الدونباس، على خرسون. دول متقسمين لاربع مناطق. هي دي اهداف العمليه. خلاص روسيا هتسيطر عليها. الكام الف جندي اللي في كورسك دول هيتقضى عليهم. روسيا مش هتسكت. روسيا ضربت باسلحه عاليه الدقه يا جماعه، صواريخ الكنجال وصواريخ الاسكندر وصواريخ الكاليبر. الضربه دي يا جماعه كلفت روسيا اكتر من مليار و200 مليون دولار عشان تضرب 100 صاروخ عالي الدقه. ال 100 صاروخ دول اصابوا الاهداف يا جماعه، واصابوا محطه الطاقه الكهرباء الكبيره الاساسيه بتاعه اوكرانيا، وعملت مشكله كبيره جدا في اوكرانيا، وعملت مشكله كبيره في التدفئه. الظاهر لبوتين الشتاء اللي جاي هيعمل حرب بارده على الاوكران يا جماعه. طيب ايه اسلحه الدفاع الجوي وانظمه الدفاع الجوي؟ البايتروت ونازماز والاسلحه بتاعت المانيا واسلحه الدفاع الجوي الفرنسي والبريطاني، كل ده ما قدرش يصمد قدام الصواريخ عاليه الدقه. في فرق بين الصواريخ العاديه يا جماعه والصواريخ عاليه الدقه. عاليه الدقه دي اللي هي صواريخ فرط صوتيه، متقدمه جدا في التكنولوجيا دي يا جماعه، لان الصاروخ الفرط الصوتيه اللي هو اقوى صاروخ عند روسيا اللي هو الكنجال ده ثمنه حوالي 12 مليون دولار، اسمه الخنجر او الكنجال. دي اول مره تستخدمه كان في حرب روسيا واوكرانيا يا جماعه. ده صاروخ فرط صوتي، مداه حوالي 2500 كيلو، سرعته 14 مخ. بيوصل الهدف بتاعه ممكن في دقيقه ونص. بيتضرب من روسيا يوصل في دقيقه. بمنظومات الدفاع الجوي، 3 منظومات دفاع جوي من نظام بايتروت اللي هو الاحدث في العالم اتضرب بالصاروخ ده. ضربات كانت قويه جدا على الجانب الروسي. من ناحيه تانية الاف 16 دي بقى اللي عامله ضجه كبيره جدا في العالم وفي الاعلام الامريكي بالاخص، لان الروس ضربوا المقاتله اف 16، ودي مقاتله متطوره جدا. دول كتير بتشتريها من امريكا، وكان الرهان عليها، وكان اوكرانيا طلبتها كتير جدا من الاتحاد الاوروبي وطلبتها من امريكا، وفي الاخر استجابت وسلموا اوكرانيا 6 طيارات. طبعا بعد ما قعدوا اكتر من سنه او سنه ونص يدربوا مجموعه طيارين في الولايات المتحده الامريكيه. والمتحدثه باسم رئاسه البيت الابيض طلعت قالت احنا دربنا الطيارين في امريكا وفي الولايات المتحده.
كالعاده بوتين طلع وقال ان الطيارات دي هتتضرب، فالطياره اتضربت، فدي عامله ازمه كبيره، ودي هتعمل ازمه كبيره للتسليح الامريكي يا جماعه، لان امريكا بتقول ان المعدات بتاعتي والقيمه العاليه بتاعتها والدقه بتاعتها واللي هي بتغير مجريات الحرب، الكلام ده ما حصلش. الروس ضربوا طياره، ممكن يضربوا 2 و3، لان الروس عندهم انظمه دفاع جوي متقدمه اس 300 واس 400 واس 400. الموضوع ده يا جماعه عامل ضجه كبيره في البنتاجون في امريكا، لان طياره مقاتله مشهوره جدا متقدمه جدا فيها امكانيات كبيره جدا، لما تتضرب بالسرعه دي لا يبقى كده في خلل كبير. دي كل الاخبار اللي كانت معانا، وهنتابع الاخبار ساعه بساعه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.